تخيل انك تتعرض لعملية خطف ويتم تعذيبك والمساومة عليك، بس بنفس الوقت انت كلش متعاطف ويا الخاطف وتوقع حبه ويمكن حتى تتعاون وياه. عام 1937 كان واحد اسمه إيريك هجم على أحد البنوك بالعاصمة السويدية ستوكهولم واحتجز 4 موظفين وطلب كفدية $700,000 ولمدة 6 أيام. لكن الشرطة لما هجمت على البنك وحررت الخاطفين كانت أكو صدمة كلش كبيرة. ولا واحد من المخطوفين رضى أنه يدلب شهادته قدام الشرطة أو يطلب الخاطفين أو يعطي أي معلومة صغيرة أو كبيرة عن الخاطفين. بل وصلت أنه حتى رئيس الوزراء لما اتصل بأحد الرهان اللي كانوا موجودين رفض أنه يعطي أي معلومة عن الخاطفين، بل قال له أنه هو كان كلش متعاون وياهم وكلش ثاق بيهم، لدرجة أنه خوفه الوحيد كان أنه لو دخلت الشرطة يموت بحادث عرضي فقط لا غير. هنا الشرطة استعانت بالأطباء النفسيين حتى يعرفون الوضعية الجاية تصير بيها، وهنا ظهر أول مرة مصطلح متلازمة ستوكهولم، واللي تعني أن الضحية يحب جلاده. الباحثين قالوا أنه هاي آلية دفاعية تتخذها الضحايا للدفاع عن نفسها أو من تتعرض إلى ضغط نفسي شديد، ومن يكون أنه البقاء على قيد الحياة هو مصلحة الطرفين، مصلحة الخاطف ومصلحة الضحية، فبدل ما يعارض أو يعرض نفسه للموت فيتقرر أنه يتعاون وياه وبالتالي يحافظ على حياته، والخاطف أيضا يحافظ على حياته. على الأغلب متلازمة ستوكهولم ما لها أي علاج، تعتبر مرض نفسي حالها حال باقي الأمراض، ويتم اللجوء إلى الأطباء النفسيين كعلاج إلها، وماكو أي علاج مباشر إلها إنما من تخفيف الأعراض مالتها. وهواي مسلسلات ظهرت على متلازمة ستوكهولم وأبرزهم المسلسل الإسباني لا كاسا دي بابل اللي تناول هاي الحالة بأحد حلقات المسلسل.